أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة بنكمل حكاية المقاتل لو. وفي أول مشهد النهاردة بنلاقي لو بيعرف إن التدريب اللي هيروحه عبارة عن تدريب مكثف لأقوى المقاتلين، وبيعرف كمان إن 90% من اللي هيتخرجوا منه بيبقى مقاتلين حرب، وإن 10% اللي مش هيتخرجوا بيموتوا أو بيصابوا إصابات خطيرة، وإن التدريب ده بيستمر 5 سنين، وإن مش أي حد بيتعرض عليه التدريب ده، وإن في ناس كتيرة بتحاول تشتري مكانها في التدريب ده. وبنكتشف إن لو لازم يعدي امتحان أخير قبل ما ينضم للتدريب ده، وبيطلب منه إنه يودع أصحابه وأهله قبل الامتحان، علشان لو نجح هينضم على طول للتدريب ومش هيقدر يشوفهم لمدة طويلة. بعد كده بنشوف المدرب زوجة وهو بيعرف لو على متدرب اسمه هانج جايا، وبيطلب منه إنه ياخد باله من لو ويوريه المكان. ولو بيفضل يفكر في مامته وباباه وأخوه وجو جينج. وتاني يوم لو بيخرج يودع صحابه، وهو في الطريق بيقابل صاحبه واين، وبيلاقيه بيوزع منشورات تبع المطعم اللي بيشتغل فيه. وبنعرف ان وين انضم للجيش علشان يتدرب ويبقى مقاتل، فلو بينقله $1,000,000 في حسابه البنكي، وبيقول له انه لازم يسيب شغله في المطعم ويركز على مستقبله كمقاتل، وبيخليه يوعده انه يردوله الفلوس لما يتخرج ويبقى مقاتل ناجح. بعد كده لو بيروح يقابل جو جينج، ولما بيتقابلوا بنشوف بنت واقفة جنب جو جينج وبتتكلم في التليفون مع راجل غريب وبتقوله على اللي بيحصل، فهو بيوعدها انه هيشتري لها شنطة جديدة لو هي عملت شغلها كويس. ولما بنرجع لجو جينج بنلاقيها بتهني له على التدريب وبتقوله انها عارفة انه هيبقى مقاتل مميز. وفجأة البنت اللي كانت على التليفون بتقرب من لو وبتعمل نفسها عارفاه، وبتقوله هو ليه ما كملش لحد دلوقتي. ولكن جو جينج بتتدخل وبتقول للبنت تمشي علشان لو هو حبيبها هي، فالبنت بتمشي وجو جينج ولو بيتحرجوا. بعد كده بنشوف لو بيقول لجو جينج انه ناوي يخلص تمرينه بسرعة علشان يقدر يمشي قبل ما ال5 سنين يعدوا، ولكنها بتقول له انه لازم يفضل يتدرب وما يستعجلش علشان يتعلم كل حاجة ممكن يتعلمها، وهو بيقتنع وبيودعها. وبالليل ولو مروح بيقابل الراجل الغريب اللي كان بيكلم البنت في التليفون، وبنعرف ان اسمه وانج جينج بينج، وانه واحد من عيلة وانج المالكة. وبنلاقيه بيقول له انه عايزه يبعد عن جو جينج وبيهدده بالحراس بتوعه اللي بيطلع منهم مقاتلين من العيار التقيل، ولو بيجهز نفسه انه يحاربهم بالرغم انه ما ينفعش يستخدم القوة الروحية بتاعته علشان ما يلفتش نظر عائلة البوليسن. وفي اللحظة دي هانج جاية بيظهر وبينادي جينج بينج، وبنكتشف انهم اخوات. وهانج بيقول ان له طالب جديد في برنامج تدريب مقاتلين الحرب، وانه قوي جدا لدرجة انه قدر يقضي على وحش من اصل الدببة لوحده. والمعلومة دي بتصدم حراس جينج بينج، وفي الاخر جينج بينج بيضطر يتأسف للو وبيسيبه ويمشي. وتاني يوم بنشوف لو هو بيودع اهله وبينطلق لمخيم التدريب بتاعه. وفي الطيارة لو بيعرف ان المدينة اللي فيها التدريب محصنة من هجوم الوحوش، علشان هونج اقوى انسان على وجه الارض عايش هناك. ولما الطيارة بتوصل لو بيشوف تمثال راس التنين، وبيحس ان الدنيا بتلف حواليه وان التنين بيقرب منه، ولكنه بيعرف ان العيون في الراس دي عبارة عن عيون تنين حقيقي هونج قدر يقتله من زمان. وفي اللحظة دي لو بيشوف شريط رقمي بكل المتدربين في المخيم بترتيب تنازلي قوتهم، وبنعرف ان الشخص اللي اسمه يتكرر في اسفل التقييم ده 3 مرات ورا بعض بيتم استبعاده. بعد كده لو بيتعرف على المدرب وانجا، وبنكتشف انه هيكون المشرف على امتحان لو. بعد كده لو بيدخل العالم الافتراضي وبيجي معاه وانجا، وبيبدأ يشرح له ان الامتحان عبارة عن برج مكون من 7 أدوار، وبيقول له ان هو بيعرف يوصل للدور ال5 وان هونج بيقدر يوصل لل6، وبيقول له كمان ان لحد دلوقتي مفيش حد قدر يوصل لل7 قبل كده. وبعد ما لو بيفهم المطلوب منه، وانج بيسيب العالم الافتراضي، ولو بيبدأ الاختبار بتاعه وبيواجه 100 وحش من فصيلة التيران، وبيطلب منه يقتلهم كلهم خلال 30 دقيقة. ولو بيحسب نفسه هيقدر يخلص المهمة دي بسهولة، ولكنه بيكتشف ان قوته مش كاملة في العالم الافتراضي. وفي الواقع بنعرف من وانج ان الامتحان بيستقصد يختبر المقاتلين وطريقة تفكيرهم من غير قواهم الخاصة، علشان المدربين يقدروا يقيموا عزيمتهم. وفي الاختبار لو بيستخدم قدرته على توقع حركة خصمه علشان يقتل الوحوش، وبيحاول يعتمد على أسلحته علشان يعوض ضعفه، ولكنه بيبدأ يتعب بسرعة. وفي الواقع بنلاقي وانج بيقول ان لو هيحتاج يستغل كل حاجة في البيئة حواليه لصالحه، حتى الصخور الصغيرة. وفي الاختبار بنلاقي لو بدأ يركز حواسه كلها مع كل حاجة بتحصل حواليه،
وبيسمع خطوات الوحوش وكل حاجة بتتبطأ حواليه وبيقدر يقتل كل الوحوش، ووانج بيفرح بيه وهو بيتفرج عليه. ولما لو بيخلص الامتحان وانج وزاو بيسقفوا له، وبنعرف ان زاو مدرب في المخيم ده مع وانج. بعد كده لو بيختار الرقم التعريفي بتاعه كطالب، وبيقرر يختار رقم 3 علشان الرقم ده بيفكره بعيد ميلاد جو جينج. بعد كده بنرجع لعيلة البوليسين، وبنلاقي ناينا عرفت ان لو انضم لمخيم مقاتلين الحرب، وبنكتشف انها شاكة في لو من ساعة ما كشف انه مقاتل قوي. ولما جوزها بيسألها لو لو من المقاتلين الروحيين، وهي بتقول له انها هتتأكد من صحابها اللي في المخيم. ولما بنرجع للو في المخيم بنلاقيه مبسوط وسط المقاتلين التانيين ومنسجم معاهم، لحد ما بيقابل راجل أشقر من عائلة البوليسين، والراجل بيفضل يبرق له. بعد كده لو بيعرف ان في طالب معاهم اسمه شي جانج، والمفوض بيقول له انه من اقوى 5 مقاتلين في المكان، وبيعرفوا ان اي حد من ال30 الاوائل يعتبر بقوة اي مقاتل حرب، وبيعترف ان هو نفسه ممكن ما يقدرش يغلب شي جانج، وبينصح له انه يحاول يقرب منه علشان يتعلم. بعد كده شي جانج وزميلته شاورا بييجوا يقابلوا المفوض ولو، والمفوض بيوصيهم انهم ياخدوا بالهم من لو، وهم بيطمنوه وبيأكدوا لهم انهم هياخدوه تحت جناحهم. وبعد المقابلة دي بنشوف ال3 قاعدين مع بعض، وبنلاقي شي جانج وشاورا بيشرحوا له نظام تقييم، وبنعرف انه مبني على عدد الوحوش اللي المقاتل بيقتلهم، وعلى قوة ضربته، وعلى رقم الدور اللي بيوصل له في البرج. ولما بنرجع لناينا بنلاقيها بتكلم عضو عيلتها اللي في المخيم كانديس اللي كان بيبرق للو، وبتطلب منه يعرف لو لو مقاتل روحي ولا لا. وبعد المكالمة كانديس بيطلب مساعدة ويليام صاحبه في مهمته دي. ولما بنرجع للو بنلاقيه بيتدرب ضد خصم رقمي آلي، وبنلاقيه مش عارف يكسب علشان كل ما بيزود قوته الروبوت بتزود قوتها هي كمان وبتغلبه، وبتقعد تحول الخلفية حواليهم وبتضربه بعواميد معدنية. ولما لو بيضربهم العواميد بتتحول لخيوط عنكبوتية، ولكن لو بيقدر يغلبها في آخر لحظة، وكمان بيقدر يوصل لآخر مستوى في مستويات قوة الرعد، وبيزود تقييمه بمعدل 2 نقطة. ولما بيرجع السكن بنلاقي شاورا بتقوله إن في حفلة ترحيب هتتعمل ليه كطالب جديد في المخيم، وبتطلب منه يتعرف على كل الناس المهمة اللي هتحضر. وفي الحفلة بنلاقي كل الطلاب والحاضرين بيرحبوا بيه، وبنلاقي كانديس وويليام بيراقبوا له من بعيد. وبنعرف إن تاني أقوى طالب في المخيم شو كانج هو اللي دفع ثمن الحفلة دي، ولو بيقرر يشكره بعد ما الحفلة تخلص. وفي اللحظة دي ويليام بيقرب من لو وبيفتح معاه كلام، وبيقول له إنه من أوروبا، وإنه طول عمره كان مهتم بطرق القتال لهانج شي اللي سكان مدينة لو بيتعلموها، وبيسأل لو لو هو عايز يتحداه في قتال، وبيفهمه إنه الطلاب ساعات بيتحدوا بعض في البرج، وبيقول له إنه عايزهم يتعلموا من بعض. وفجأة شي جانج وشاورا بيقطعوهم، وبيقول له لويليام إنه أحسن له يبعد عن لو، بس ويليام بيقول لهم إنه عايز يتعلم منه ويعلمه، وإن نيته سليمة، وإنه بس عاوز يشوف طريقة هانج شي للقتال. وبالرغم من إن لو بيبقى عارف إن ويليام مش شخص سهل، بيلاقي نفسه يوافق على التحدي بتاعه، وبيراهنوا على 5 مليار دولار إنه هيكسب، وويليام بيوافق. وفي اللحظة دي شو كانج بيتدخل وبيشجع لو، وبيقول له ما يخافش من ويليام، ويقول له إنه عايز يشتغل معاه بعد ما تدريبهم يخلص. وفي السكن بنلاقي شاورا بتهزق لو على الرهان اللي عمله مع ويليام، ولكن شو جانج بيقول لها اللي حصل. فشاورا بتقرر تشجع لو، وبتقول له إنه يقدر يغلب ويليام. ولما بنرجع للبوليسين بنلاقي يول بيقول لمراته نينا إنه هيتفرج على القتال بين لو وويليام بنفسه. وفي المخيم بنلاقي الطلاب بيتراهنوا على نتيجة التحدي. وفي العالم الافتراضي بنلاقي لو وويليام بيستعدوا للقتال بتاعهم، وبنلاقي بول بياخد باله إن الأسلحة اللي لو بيختارها هي أسلحة أغلب المقاتلين الروحيين. ولما بنرجع للقتال بنعرف إن ويليام مغرور ولكنه سريع جدا، لدرجة إن لو مش بيعرف يصد ضرباته، وفجأة ويليام بيعرف يوقع سلاح لو من إيده. يا رب يكون الفيلم عجبكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا.